السلام عليكم. الدوري الأمريكي يحاول إقناع رونالدو بعدم التجديد مع النصر، وغويدو يرفض طلبات رونالدو، وتفاصيل مفاوضات النصر مع كازاميرو، وأيام قليلة تفصلنا عن انتقال تاليسكا إلى فرنبخشة التركي. إذا ما كنتم عارفين، شهدت تدريبات الفريق الأول لنادي النصر اليوم عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد فترة من التدريبات الفردية اللي خضع لها رونالدو لتحسين جاهزيته البدنية. وكان رونالدو قد غاب عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب حاجته لاستكمال برنامج تأهيلي خاص باللاعب قبل أن يعلن الجهاز الفني عن جاهزيته الكاملة لخوض المباريات. وبات رونالدو متاحا للمشاركة في المباراة القادمة أمام نادي الخدود في الدوري السعودي. وإذا ما كنتم عارفين، كشفت تقارير صحفية إن الأسطورة كريستيانو رونالدو تلقى عرضا رسميا للانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، اللي يشهد تألق قريبه التقليدي ليون ميسي مع فريق انتر ميامي. ويأتي هذا العرض في توقيت حساس، حيث يقترب عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي من نهايته مع ختام الموسم الحالي. وذكرت المصادر أن العرض المقدم لرونالدو يشمل حوافز مالية ضخمة، إلى جانب مزايا تسويقية وإعلامية قد تفتح آفاقا جديدة للنجم البرتغالي في سوق الرياضة والترفيه بالولايات المتحدة. وتهدف الأندية الأمريكية بقيادة الدوري إلى تعزيز شعبيتها العالمية من خلال ضم نجم بحجم رونالدو، بعدما نجحت تجربة ميسي في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الحضور الجماهيري والمردود التجاري للدوري. وعلى الرغم من هذه المغريات، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من الأسطورة كريستيانو رونالدو بشأن مستقبله. ويفضل اللاعب التركيز حاليا مع نادي النصر، ويخوض رونالدو موسم الثاني مع الفريق السعودي، حيث قدم مستويات مميزة قادته لتصدر قائمة هداف الدوري في الموسم الماضي، إلى جانب مساهماته الكبيرة في البطولات الأخرى. وبينما ينتظر أن يحدد رونالدو موقفه خلال الأشهر المقبلة، تتباين التكهنات حول وجهته القادمة. فالبعض يرى أن النجم البرتغالي قد يفضل خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، حيث سيجدد مواجهته التاريخية مع ميسي، بينما يتوقع آخرون أن يستمر الأسطورة مع النصر في حال لبى نادي النصر طموحاته الرياضية والمالية. وإذا ما كنتم عارفين، أثار خويد المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي موجة من الغضب بين جماهير النادي بعد تصريحاته الأخيرة اللي جاءت ردا على طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتعزيز الفريق بلاعبين سوبر من أجل المنافسة على البطولات الكبرى. وفي تصريح صحفي قال غويدو: لا أوافق على تحديد هوية النصر بناء على طلبات كريستيانو رونالدو، وذلك لأن الفريق يمتلك بالفعل أسماء كبيرة مثل بروزوفيتش وماني وأوتافيو. وهذا التصريح أثار استياء واسع بين جماهير النصر، اللي اعتبرته تقليلا من أهمية مطالب رونالدو وطموحات الفريق. وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب إدارة النادي بإقالة غويدو فينجا، مشددين على ضرورة تعزيز صفوف الفريق بلاعبين عالميين جدد لدعم النجوم الحاليين وتحقيق تطلعات الجماهير. وترى الجماهير أن تجاهل طلبات رونالدو، أحد أبرز نجوم الفريق، يعكس عدم انسجام رؤية الإدارة مع الطموحات الكبيرة للنادي، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية. ومن جهة أخرى، يرى البعض أن تسريع غويدو فينجا يعكس فيه ثقته في المجموعة الحالية من اللاعبين، لكنه جاء في توقيت غير مناسب وسط مطالبات جماهيرية بضرورة تقوية التشكيلة لمواجهة التحديات القادمة. ويبقى مستقبل غويدو فينجا مع النادي معلقا وسط حالة من التوتر بين الإدارة والجماهير، اللي تنتظر خطوات حاسمة تحت التزام النادي بتحقيق تطلعات عشاقه، التعاقد مع صفقات تساعد الفريق في تحقيق البطولات. لكن يبقى السؤال: هل ستعمل النصر على تلبية طلبات رونالدو والتعاقد مع لاعبين سوبر للمنافسة على البطولات، أم يتم الأخذ بكلام غويدو وعدم تدعيم الفريق بأي صفقة؟ وإذا ما كنتم عارفين، أفاد الصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاك بوس أن نادي النصر السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي إدارة النصر لتعزيز خط وسط الفريق بعنصر ذو خبرة يساعد في تحقيق طموحات النادي بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية. كازيميرو لاعب مانشستر يونايتد الحالي يعد من أبرز لاعبي الوسط الدفاعي في السنوات الأخيرة، حيث حقق العديد من الإنجازات مع نادي ريال مدريد قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، أشارت التقارير أن اللاعب يواجه تراجعا في مستواه الفني إلى جانب تقدمه في العمر، وهذا الشيء أثار شكوكا حول مدى جدوى التعاقد مع اللاعب. وإذا ما كنتم عارفين، عمر اللاعب 32 سنة، برازيلي الجنسية،
وطوله 185 سنتي، يلعب بالقدم اليمنى، وقيمته التسويقية الحالية 23 مليون دولار. وشارك في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي في 14 مباراة، سجل هدف وحيد ولم يصنع أي هدف، وتقييمه بشكل عام في الدوري الإنجليزي 7/10. والجماهير النصراوية بدورها عبرت عن رفضها لفكرة التعاقد مع كازيميرو، حيث أشارت إلى أن النادي بحاجة إلى لاعبين أصغر سنا وأكثر حيوية للمساهمة في رفع مستوى الفريق على المدى الطويل. وتساءلت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب التفكير في التعاقد مع لاعب يواجه تحديات بدنية في هذه المرحلة من مسيرته وكثرة إصاباته في آخر فترة. وترى إدارة النصر أن كازيميرو قد يكون إضافة قوية للفريق بخبرته الكبيرة وقدرته على قيادة خط الوسط، خاصة في المباريات الحاسمة. ومع ذلك يبقى القرار النهائي مرهونا بموافقة المدير الفني للنادي النصر بيولي، وأيضا بموافقة اللاعب وشروط الصفقة ومدى توافق اللاعب مع احتياجات الفريق الحالية. لكن من وجهة نظري الشخصية، فالنصر بحاجة للاعب شاب في خط الوسط يكون مشروع ومستقبل لنادي النصر، ويجب عدم التفكير في التعاقد مع كازيميرو، لاعب كبير في السن وإصاباته كثيرة ومستواه متراجع. وإذا ما كنتم عارفين، حسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، يستعد نادي فرنبخشة التركي لإتمام صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هذا الأسبوع، في خطوة قد تكون مفصلية في سوق الانتقالات الشتوية بالنسبة للطرفين. في الوقت نفسه يبدو أن إدارة النصر تخطط للتخلص من اللاعب البرازيلي في أسرع وقت، وتسعى الإدارة والنادي إلى بيع اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير بهدف تعزيز الفريق بلاعبين من الطراز العالي. ووفقا للمصادر اللي كشفت أن المفاوضات بين النصر وفرنبخشة وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للصفقة في الأيام القليلة القادمة. وتأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لكلا الناديين، فيسعى نادي فرنبخشة التركي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والقارية، بينما يطمح النصر إلى الاستفادة المالية من بيع عقد اللاعب البرازيلي، وهو ما سيمكنه من عقد صفقات جديدة والتعاقد مع لاعبين أكثر تطورا وقوة في الخط الهجومي. ونادي النصر يهدف إلى بيع اللاعب بمبلغ كبير لا يقل عن 20 مليون يورو، حيث يعتقد أن هذا المبلغ سيمكن النادي من الحصول على تعويض مالي مناسب يمكن من خلاله تمويل التعاقد مع لاعب آخر من مستوى أعلى. وتعتبر هذه الصفقة جزء من استراتيجية النادي لتعزيز قوته في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا. ويعتقد أن النصر سيبحث عن بديل هجومي يتمتع بقدرات ومميزات ويستطيع تقديم الإضافة المطلوبة للفريق في منافسات المستقبل. والمفاوضات بين فرنبخشة والنصر بحسب مصادر رومانو تسير بشكل إيجابي، مع استعداد الطرفين للتواصل لاتفاق نهائي خلال الأسبوع هذا. ومن المتوقع أن تكون الصفقة التي تشمل تاليسكا أحد أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطة النصر بالتعاقد مع لاعبين جدد، خاصة في الخط الهجومي وأيضا خط الوسط. وتشير التقارير إلى أن نادي النصر قد بدأ في دراسة خيارات بديلة للتعاقد مع لاعبين أكثر قوة في الهجوم، حيث يتوقع أن يتفاوض مع عدة لاعبين دوليين في الأسابيع القادمة، بالنظر إلى رغبة النادي في تدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عالي. فإن هذه الصفقة قد تكون بداية لتحولات كبيرة في تشكيلة النصر، خاصة إذا تمت بنجاح في الأيام المقبلة. إذن فإن صفقة تاليسكا وانتقاله إلى نادي فرنبخشة التركي لا تقتصر فقط على تغيير مكان اللاعب في خريطة الانتقالات، بل تفتح أيضا المجال أمام النصر لإعادة ترتيب أوراقه والمضي قادما في تحسين تشكيلته للمستقبل القريب. وبس اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. في أمان الله.